أهلا بكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم عن حاجة غامضة لكن قريبة جدا لقلوبنا، هي رسائل الكون. يمكن ساعات بنقف قدام مواقف غريبة أو أحداث صغيرة ونقول دي صدفة، لكن يمكن يكون وراها رسائل عميقة، رسالة من الكون مثلا، من الحياة، من ربنا سبحانه وتعالى، عشان يفكرنا بحاجة أو يفتح عينينا على معنى جديد. طب هي يعني إيه رسائل الكون أصلا؟ كلنا بنعدي علينا مواقف وبنفتكرها مجرد صدفة، لكن في الحقيقة الصدفة دي ممكن تكون رسالة من الكون. رسائل الكون مش دايما واضحة أو صاخبة، بالعكس أحيانا بتكون هادية جدا، زي نسمة ريح أو كلمة عابرة من شخص ما تعرفوش. الرسالة ممكن تيجي في موقف بيتكرر قدامك، كأن الحياة عايزة تنبهك لحاجة معينة، رقم أو كلمة تفضل تلاحقك في كل مكان ما تروح. حتى إحساس داخلي مفاجئ بيديك طمأنينة أو قلق، وكأنه بيقولك خد بالك، المعنى الحقيقي مش في الحدث نفسه، لكن في انت حسيت ايه وقتها. لأن الكون مش بيبعت رسائل عبثية، كل رسالة هي دعوة انك تقف لحظة وتسمع وتفكر هو ايه المطلوب مني دلوقتي. زي أمثلة مثلا الأرقام اللي بتتكرر معاك، لما عينيك تروح على الساعة وتلاقي نفس الرقم بيتكرر، دي مش صدفة، دي رسالة إنك محتاج تبص جوه نفسك. وزي الأشخاص اللي بيظهروا فجأة، شخص قديم يظهر في حياتك أو شخص جديد يجذبك لكلامه، ساعات دول بيكونوا مراية للي انت محتاج تشوفه. المصادفات العجيبة، زي إنك تفكر في حد فتلاقيه بيتصل بيك، الكون هنا بيأكد إن الطاقات متصلة. زي كمان الأحلام، أوقات كتير الحلم بيبقى رسالة تنبيه أو حتى طمأنينة. وزي كمان الأحداث الصعبة، ساعات المواقف المؤلمة مش عقاب، لكن دعوة للتغيير وبداية جديدة. طب ازاي نفهم الرسائل دي؟ أهم خطوة هي اللي احنا ننتبه، يعني نعيش اللحظة ونخلي بالنا من اللي بيحصل حوالينا. تاني خطوة تسأل نفسك، الحدث ده بيوصلني لإيه؟ ايه المعنى اللي عايزه يقولوا ليا؟ كمان الإحساس الداخلي إنك بيقولك إيه، ساعات إحساس بسيط بيكون أهم من 1000 دليل. اوعى تستعجل الرسايل، ساعات بتتكرر لحد ما تستوعبها. الرسايل دي مش مجرد طاقة، لكنها كمان لمسة من ربنا عشان يفكرنا إننا مش لوحدنا. كل حاجة بتحصل لسبب، وكل شيء حوالينا ليه معنى معين. الكون مش ضدك، بالعكس بيبعتلك إشارات طول الوقت عشان تعرف طريقك. الكون بيتكلم بلغات مختلفة، أجمل حاجة إنك تبدأ تسمع. ممكن الرسالة توصلك في كلمة، في نظرة، في كتاب، أو حتى في صمت. خليك دايما مفتوح تسمع، وهتلاقي روحك أهدى وطريقك أوضح. وخلي بالكم الرسالة الجاية ممكن تكون في أبسط حاجة حواليك. وبكده تكون خلصت حلقتنا من مراية الروح. يا رب تكون لمست قلوبكم وسابت جواكم دفى بسيط وإيجابية. وما تنسوش تشاركوها مع اللي بتحبوهم، ومستنية رأيكم واقتراحاتكم للحلقة الجاية. لحد ما نتقابل تاني، خلي قلبكم دافي وروحكم هادية، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير.